بعد وفاة الناصر محمد سنة 1341 ميلادي، بدأت فترة من الاضطراب والفوضى في دولة المماليك، لأن أولاده كانوا كتير وكل واحد فيهم كان عايز الكرسي. كان بيتغير السلاطين بسرعة، زي أبو بكر، المنصور عمر، الأشرف كوجك، الناصر أحمد، الكامل شعبان، الصالح إسماعيل، المظفر حاجي، والناصر حسن. معظمهم كانوا صغار في السن أو ضعاف الشخصية، فالأمراء والمماليك الكبار سيطروا على الحكم بدلهم. المرحلة دي اتسمت بكثرة الانقلابات والمؤامرات داخل القصر، وانتهت تدريجيا بمقتل الناصر حسن سنة 1361 ميلادي، وبعده استمر الضعف لحد ما مسك الحكم الناصر حاجي ابن شعبان. ثم خلعوا الأمير برقوق سنة 1382 ميلادي، وبكده انتهى عصر أبناء وأحفاد قلاوون. وبنيجي لعهد جديد، وهو عهد المماليك البرجية أو المعروفين باسم الشراكسة. لأن بعد ما زادت الفوضى والانقلابات في أواخر حكم أحفاد الناصر محمد، ظهر الأمير برقوق، وكان مملوك شركسي أصله من القوقاز. قدر بذكائه ونفوذه إنه يسيطر على الجيش، ويخلع السلطان الناصر حاجي سنة 1382 ميلادي، ويعلن نفسه السلطان الظاهر برقوق. من اللحظة دي بدأ عهد المماليك البرجية، اللي سموا كده لأنهم كانوا بيقيموا في أبراج القلعة في القاهرة، على عكس المماليك البحرية اللي كانوا على النيل. استمر حكم المماليك البرجية من 1382 إلى 1517 لحد ما دخل العثمانيون مصر بعد معركة الريدانية. ومن هنا بتكون بداية حلقتنا النهاردة يا صديقي، في الوقت اللي كانت مصر بتعيش في جو مشحون وغير مستقرة تماما، بيظهر سلطان بيعلن عن نفسه حاكم لمصر، وهو الظاهر برقوق. برقوق يا صديقي ما كانش من نسل السلاطين، كان مملوك شركسي الأصل، اتجاب صغير وتربى في القلعة. لكن اللي كان بيميزه إنه ذكي جدا، بيعرف إزاي يتكلم وإزاي يكسب الناس. اشتغل في خدمة الأمير يلبغ الناصري، ومن هناك بدأ صعوده السريع لحد ما بقى واحد من كبار الأمراء في عهد السلطان الناصر حاجي ابن شعبان. وفي وسط الفوضى اللي كانت مالية القصر، قرر ياخد خطوة محدش قدر يعملها قبله. في سنة 1382 ميلادي، برقوق قدر يسيطر على الجيش والمال، وخلع السلطان الناصر حاجي وأعلن نفسه السلطان الظاهر برقوق. وبكده انتهى عهد المماليك البحرية، وبدأ عهد جديد تماما، عهد المماليك البرجية. لكن الطريق ما كانش سهل. أول ما مسك الحكم واجهته مقاومة من أمراء كبار مش راضيين بمملوك سابق يبقى سلطان. حصلت مؤامرات وانقلابات وتمردات في الشام ومصر، لكن برقوق كان أذكى من الكل، كان دايما سابقهم بخطوة، يعرف يتفاوض وقت اللزوم ويقاتل وقت اللزوم. وفي سنة 1389 ميلادي حصل انقلاب كبير عليه بقيادة الأمير يلبغ الناصري الثاني، واتقبض على برقوق واتنفى على الكرك في الشام. لكن يا صديقي، اللي بيتنفي مش دايما بيختفي، خصوصا لو اسمه برقوق. من منفاه بدأ يجمع أنصاره، وفي سنة 1390 ميلادي رجع بقوة ودخل القاهرة من أبوابها منتصر، واستعاد العرش تاني ليبدأ حكمه الحقيقي كأول سلطان من المماليك البرجية. برقوق كان حاكم سياسي من الطراز الأول، عرف إن القوة مش كفاية، الدولة محتاجة إدارة وتنظيم، فأعاد هيكلة الجيش ونظم شؤون القضاء والمالية، وخلى القاهرة مركز القرار في الشرق الإسلامي. وفي عهده اتعامل لأول مرة مع خطر المغول الجداد اللي اتعرفوا باسم تيموريين، أتباع القائد تيمور لينك،
اللي بدأوا يهددوا حدود الشام والعراق. وبرقوق بدأ يكون تحالفات مع أمراء في الأناضول والشام علشان يوقف خطرهم قبل ما يوصل لمصر. لكن المرض والسن ما سابوش فرصة، وفي سنة 1399 ميلادي الظاهر برقوق اتوفى في القاهرة بعد 17 سنة تقريبا من الصعود، السقوط والرجوع للحكم. وساب وراه ابن اسمه الناصر فرج بن برقوق اللي هيكمل بعده، وكان لسه شاب صغير عنده حوالي 13 سنة. في الأول الكلمة كانت في إيد الأمراء الكبار والسلطان مجرد واجهة، لكن لما كبر شوية بدأ يمسك الحكم بإيده، وهنا بدأت المشاكل. الناصر فرج كان طموح بس عصبي ومندفع، وكان بيحاول يثبت إنه زي أبوه أو يمكن أقوى منه. بس الدنيا وقتها ما كانتش مستقرة. في الشام أمراء بيتمردوا، وفي مصر فتن وقلاقي بين المماليك. لكن الخطر الأكبر كان جاي من بعيد، من الشرق. من هناك ظهر تيمور لينك اللي الناس كانت بتسميه إعصار الشرق. قائد مغولي مسلم بالاسم، لكن طموحه ما كانش له حدود. في أقل من 20 سنة دمر بغداد وغزا فارس ووصل للشام، وبيجهز يمد إيده ناحية مصر. في سنة 1400 ميلادي تيمور لينك دخل حلب ودمرها تدمير كامل، وبعدها راح دمشق وحاصرها لأسابيع لحد ما وقعت المدينة وولعت فيها النيران واتقتل آلاف من أهلها. القاهرة وقتها كانت على صفيح سخن. السلطان الناصر فرج جمع جيشه وحاول يتحرك للشام علشان يوقف الكارثة، بس الخيانة كانت حواليه من كل ناحية. بعض الأمراء اتأمروا ضده وانسحبوا من الميدان في لحظة حاسمة. تيمور لينك استغل الفوضى دي وغزا الشام بالكامل وخلى المدن تتحول لأنقاض. الناصر فرج اضطر يرجع مصر بسرعة علشان يمنع انقلاب جوه القصر، لكن بعد رجوعه بدأت الأخبار توصله عن بشاعة اللي حصل في دمشق اللي كانت وقتها لسه بتدخن من نار الغزو. تيمور لينك بعد ما خلص حملته ما دخلش مصر لأن قواته كانت مرهقة، فاكتفى بالدمار اللي سابه في الشام ورجع لآسيا الوسطى. بس حتى بعد انسحابه الوضع في مصر كان منيل بال60 نيلة. الخزانة فاضية والأمراء بيتقتلوا والناس فقدت الأمان. الناصر فرج حاول يرجع السيطرة بالقوة، لكنه زود العداء بينه وبين الأمراء. بدأ يعزل ويعدم فيهم، والقاهرة بقت مولعة بالمؤامرات. وفي سنة 1412 ميلادي تمرد عليه واحد من كبار القادة اسمه شيخ المحمودي، ودارت معركة في الشام وفيها اتقبض على الناصر فرج واتحبس في قلعة دمشق، وبعدها اتقتل هناك وهو في عمر 26 سنة. وبموته انتهى عهد ابن برقوق اللي بدأ سلطان صغير وحاول يحكم وسط أعاصير السياسة والحرب، لكن النهاية كانت مأساوية. ولحد هنا بنكون وصلنا لنهاية فصل جديد من حكاية المماليك، من بعد مجد قلاوون لحد صعود برقوق وسقوط ابنه الناصر فرج وسط دوامة المؤامرات والحروب. التاريخ دايما بيعيد نفسه، وأبطال النهاردة كانوا مجرد تمهيد لأبطال بكرة، لأن اللي جاي أكبر وأخطر. استنى الحلقة الجاية وهنكمل سوا الرحلة مع المؤيد شيخ، الراجل اللي خرج من السجن علشان يبقى سلطان مصر ويبني واحد من أعظم المساجد اللي لسه واقفة لحد النهاردة. ما تنساش لو عجبك الفيديو تدوس لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد وتفضل دايما جزء من الحكاية. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.